السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. بصوا حبايب قلبي، عملت مشتريات النهاردة. يعني نزلت جبت شوية حاجات كده، جبت فراخ وجبت 2 كيلو برتقان وجبت كيلو فراولة. جبت شوية حاجات كده في البيت يعني، وجبت علبة كده توفي بقى وحاجات بقى كراميلا وكده لعمر. حاجات حلوة طبعا، انتوا عارفين عمر حبيبي ما بنساهوش يعني. وجبت كده كرومبتين زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. وجبت 2 كيلو بطاطس تحمير حلوة بصراحة. كيلو عندنا ب8 جنيه. وجبت كيلو بصل، انا عندي هنا كيلو، وجبت كيلو عليه عشان ايه ما يخلصت كده من غير ما اعرف. جبت جبنة مثلثات كده العمر. جبت 2 كيلو رز بس نضيفه حلو، يعني ال2 كيلو، الكيلو ده ب23، الفرط في المحلات ب25. جبت نص كيلو لحمة مفرومة. ده النص كيلو لحمة مفرومة بتاعنا اهوت زي ما انتوا شايفين كده. عايزة اعمل مكرونة بشاميل. وجبت بقى مقادير كيكة يعني حاجات بقى اللي الناقصة. جبت 3 بيضات صراحة، البيضة ب4 جنيه، 4 هم الواحدة ب4 جنيه. جبت كيك شيف. وجبت نص كيلو دقيق عشان احط منه للكيكة. هعمل لكم دلوقتي كيكاية محصلتش، بجد هتبقى حلوة قوي قوي ان شاء الله ان شاء الله، وتبقى جميلة وهتعجبكم وهتشوفوها دلوقتي. ب5 جنيه فلفل، بصوا ب5 قد ايه حبايب قلبي. دي الحاجات اللي انا نزلت السوق جبتها. كل حاجة طبعا غالية غالية غالية. انا جايبة كام، جايبة 4 هياكل بالزوار يعني ب64 جنيه. والله جايبة سمكتين ب40 جنيه. بصوا بقى، قولولي بقى كل سنة وانت طيبة، علشان عيد ميلادي كان 1/3. يعني اخواتي جابولي حاجات وكده. انا قلت لهم هما كانوا عايزين يكلفوا نفسهم ويجيبوا حاجات كتير وغالية يعني، فالدنيا غالية يعني مش مستحملة هدايا بقى والكلام ده. فانا حلفتهم وقلت لهم انا عايزة حاجات على قد الايد. ام مصطفى جابت لي بقى الصينية دي زي ما انتوا شايفين كده، صينية مرسوم عليها رمضان وحاجات وبلح وكده عشان رمضان. بس بجد حلوة قوي، وقلت لهم يجيبوا لي حاجات على قد الايد كده، مش عايزه انا تكلفات بقى والكلام ده. وجبت وجابت لي البلاستيكه دي، وجابت لي دي. صراحه انا كنت هنزل اجيبهم مشتريات يعني رمضان وكده، حاجات يعني تنفعني في المطبخ. فهي انا قلت لها لو عايزه تجيبي لي هاتيلي الحاجات دي. انتوا عارفين بقى ام مصطفى بقى بتروح جايبه بقى حاجه دهب، حاجه موبايل، مش عارف ايه. فانا حلفتهم وقلت لهم ما تجيبوش حاجه غاليه، انا عايزه حاجات على قد الايد. جابت المصفى دي صراحة ام حبيبة اللي جايباها، بس انا مش عارفة دخلت في هدايا من مصطفى. جابت لي البلاستيكة دي عشان اعمل فيها الكيكة. حلوة قوي، انا عملت فيها كيكة النهاردة. والكوبايات دي مرسوم عليها بوجي وطمطم واهل رمضان، بس حلوة والله جميلة. جابت لي شراب، وكانت جايبه لي شوكولاتة ب25 جنيه كابري، بس كانت جميلة يعني. والصينية دي برضو من مصطفى اللي جايباها لي. رمضان كريم، كل سنة وانت طيبة يا مصطفى، يا ام مصطفى، وربنا يخلي لك ابنك يا رب. ودول بقى صابرين بقى وام حبيبه، ام حبيبه جايبالي ده. صابرين وام حبيبه جايبين لي بقى الحاجات التانية. بصوا بقى ام حبيبه جايبالي ده جميل جدا، حلو قوي. حاجات حلوه يعني يا جماعه وتقضي الغرض، والدنيا غاليه حرام يعني يجيبوا لي حاجات غاليه وكده. صابرين بقى وام حبيبه جايبين لي الحاجات التانية دي. بصوا الاطباق دي جميله قوي، عجباني جدا جدا.
3 اطباق كده، ممكن تحطي فيهم سلطة، يدوا شكل يعني للسفرة وانتي بتقدميها للاكل، بيبقى جميل جدا صراحة. انا كنت هشتري الحاجات دي والله كلها، بس هما بقى انا قلت لهم لو عايزين تشتروا حاجة هتشتروا دي، حاجات على قد الايد وبرضه في نفس الوقت انا هجيبها. بصوا بقى، طبعا كنت نازله بقى انا وعمر وكده، فقلت بقى ايه اجيب له بقى، عجبته بقى العربيه دي، فانا قلت بقى اجيبها له كده. كل سنه وانت طيب يا عمر، ربنا يخليك ليا يا رب ويبارك لي فيك. والتورتايه الجميله دي مين اللي جايبها؟ امي، ربنا يخليها لي يا رب ويديها الصحه. صممت والله العظيم، انا كنت بعت اجيبها يا جماعه، فراحت هي مطلعه فلوس، قالت والله ابدا ما حد جايبها الا انا. ربنا يا رب يديها الصحة كده ويخليها لي ويبارك لي فيها ويشفيها يا رب، وربنا يقدرني وكده افرحها كده، والله نفسي افرحها والله. فربنا يا رب يفرحها، يفرح قلبها ويفرح اخواتي، وكل سنة وهم طيبين. بصوا بقى العربية اهيت، هوريكم دلوقتي صوتها، سمعكم صوتها. ربنا يخليك ليا يا ماما ويخليك ليا يا عمار. ودي بقى الكيكه يا حبايب قلبي اللي انا عملتها، ايه رايكم فيها؟ والله بجد تحفه وهشه وتحفه. والسلام عليكم ورحمه الله.